قوة آل سعود. لذلك يا أخواني انتبه يا عباد الله، اثبتوا. بعض أخواننا دخلها الماء، شاف المنكرات زعزع. يا أخي اتق الله، اقرأ حديث السمع والطاعة. حاكم ظالم إلى آخره، ما بالك وحكام ينصروا التوحيد في آخر الزمان. في آخر الزمان الدنيا ظلمت، انت حر الدجال طلع؟ لا ما طلع. ويجيك حكام يقومون بالتوحيد، والدول اللي حولك كلها ما فيها ولا حاكم يقوم التوحيد، ولا حاكم يقيم التوحيد. يلا علموني أي حاكم أحسن ما في الدنيا فيما أعلم دول الخليج. الكويت جزاها الله خير تاركهم، اللي بيشرح التوراة شرحها، والإنجيل يشرحها، وكتاب التوحيد يشرحها، ديمقراطية. والإمارات مثل ما قلت قبل شوي، نسأل الله يوفقهم إن شاء الله، هم أحسن من أول. البحرين نفس الشيء، يعني قريب ديمقراطية، نص ديمقراط نص ملكية، وفيها لص وفيها نشاط وفيها الأشاعرة وفيها للسلفيين الحمد لله. عمان باضية هالك، الله يهلكهم ويهديهم. هذا بيقول لي وزوجك الله يهديهم. مو بلا باضية الحكومة عمان، ولا باضي الله ياخذهم. اليمن مثل ما تشوفون الله يصلح حالها. الشاهد يا أخوان، أنتم في آخر الزمان الحين، آخر الزمان. فحنانيك أنا بلغني بعض السنتين في نفس الشيء، يجي محمد سما لا والله يقول لا ما ادري، احمد الله يا رجال، هذا كسره البدع، ما أحد كسرها. عنده أخذ انفتاح صح، ما نرضى. متأول غير متأول هو سيقابل الله، لكن كسرهم. وبعدين ساعي لرفعة السعودية، والسعودية إذا ارتفعت إيش؟ السنة تلقائي في العالم معها. وأنا سمعت بإذني وأنا جالس مجلس قال حنا اليوم ما نستطيع أن نحرك الدعوة في الخارج لأن العيون علينا شديدة، لكن الذي نستطيع عليه نشوف من العلماء اللي في الخارج على منهجنا ونمكنه ونقويه. فالرجل يا شيخ يعني أنا يعني أريد أصل شيء مو بالصورة. يعني أنتم يا أخوان افهموا، منكرات والله مؤلمة، تبرج اختلاط مؤلم ويقطع القلب، لكن جوهرة التوحيد ظهور السنة تمسح القلب وتبرده. أنتم ولا متمع يا أخواني؟ نعم. وقال كلمة أعجبتني في رعد الشمال، قال وليس أسوأ ما في الإرهاب سفك الدماء، وإنما أسوأ ما في الإرهاب تشويه العقيدة الإسلامية.